قلت اجيب مكنه واتعلم سواقه. ايوه بقى، ايوه بقى بتاعته بينزل. اللهم سهل يا رب. قطع في ايه؟ الله الله كابتن انا عقده كابتن عقده. شفت انا لسه جايب المكنه بقى. ايه يا عم اللبس ماله؟ انت عشان ده ليا انا ده ولا ايه؟ انا عايز اتعلم السواقه. ده الشبشب بتاع مريم يا عم الحاج. كيس الشيبسي يا ابني. في ايه يابا؟ هو افترى؟ صباح الخير يا شباب، معاكم سميدة من ويكي ويلرز. أول مشكلة بتواجه أي حد عايز يسوق بايك جديدة تعليم السواقة. الموضوع سهل جدا، بس هي الفكرة إن أنت السواقة مش إن أنت تحرك الحاجة دي بس، السواقة إن أنت تعمل هارموني ما بين تحريك البايك وما بين وجودك في الشارع. الهارموني ما بين الاتنين ده هو ده اللي اسمه السواقه، عشان تقدر توصل لنقطه وصولك بسلام. الشارع مش طريق بس ماشي، لا، في اخطاء اخرين، في حفر، في حاجات كتير قوي. السينكرونايزيشن ما بين البايك وان انت بتسوقها ازاي والهارموني ما بين الشارع هو ده اللي يقدر يوصلك لنقطه وصولك بسلام. عندنا شويه تولز في البايك هنقدر نشرحها كده بشكل نظري، وبعد كده هنتحرك بشكل عملي عشان نقدر نشرحها احسن. اول تول عندنا دبرياج ده. تاني تول الشيفتر الميكانيزم بتاعته لما بدوس على الدبرياج اول نقله لتحت، بعد كده حاجه اسمها نيوترال مود او وضع المور، بعد كده تاني تالت رابع خامس سادس. عايز انزل في النقلات خامس رابع تالت تاني نيوترال مود وبعد كده اول وارجع نيوترال مود. تاني تول عندنا البنزين، تالت تول فرامل قدام، رابع تول فرامل ورا. اول حاجه لازم اتاكد منها وانا بركب بايك، سواء بعرف اسوق او ما بعرفش اسوق، فرامل البايك دي حته مهمه جدا. في ناس كتيره قوي تاخد بايك من واحد صاحبها وتجربها، مثلا صاحبها البايك بيبقى فيه مشكله، مثلا الفرامل مش قويه قوي، هو متعود عليها فعارف البايك بتاعته. انت اول مره تركب بايك لازم تتست الفرامل، تطلع بيها نص متر وتشوف الفرامل عشان تبقى عارف قوه الفرامل دي بتاعه البايك دي. لازم تتست الفرامل اي بايك تركبها لاول مره، ده مهم جدا. طيب تعالوا كده نركب ونشوف. طبعا مش لابس الخوذه عشان احنا مش هنتحرك. اول حاجه لازم تاخد بالك ان البايك على وضع النيوترال مود. ده بيبان ازاي؟ طبعا على حسب العداد بتاع البايك، بس مينلي هي بتبقى لمبه خضراء زي كده اهو. تمام. يفضل ان انت تعود نفسك ان انت وانت بتدور البايك دايما تبقى دايس دبرياج. عود نفسك حتى لو هي في النيوترال مود مش محتاج دايس دبرياج. طيب لازم نبص على زرار الكيل انجن، مفتوح اون ولا اوف. انا هنطلع نجرب. اول حاجه هنبتدي نعملها النهارده، اول موفمنت ليك بالبايك. اول مشكله بتواجه اي حد عامه بيبتدي يتعلم سواقه، سواء عربيه سواء بايك، الموازنه الاولانيه ما بين الدبرياج وما بين البنزين. دايما كل الناس يا مثلا العربيه او البايك تنط منهم، يا اما غالبا بتبطل خالص. طيب الموضوع هنا سهل جدا وبسيط، ان احنا هنريليس الدبرياج بالراحه جدا لغايه لما البايك تبتدي تتحرك. اول ما البايك تبتدي تتحرك هتبتدي تزود بنزين بالراحه، وكده انت خدت اول نقله. دايما تاخد بالك البايك طبعا خطر جدا مش زي العربيه، لو زودت بنزين جامد مره واحده البايك غالبا هتنطر منك ولا قدر الله ده يعني هيعمل حادثه. ولو سبت الدبرياج فجاه البايك هتبطل منك، بس غالبا تبطل احسن ما تزود بنزين جامد. فلازم التزويد البنزين وخصوصا في البايكس اللي المواتير بتاعتها عاليه يبقى بالراحه، والسنس يبقى عندك وتسمع صوت الموتور. طيب تعالوا نشوف عملي كده. زي ما قلنا لما تيجي تدور لازم تتاكد البايك على النيوترال مود. النيوترال مود بيختلف طبعا شكله
ما بين عداد والتاني، بس هو مين اللي بيبقى حرف ان منور في اي بايك. طيب احتياطي زي ما قلنا، عود نفسك ان انت لما تيجي تدور البايك تبقى دايما دايس الدبرياج، عشان لا قدر الله نسيت النيوترال مود انت كده كده دايس دبرياج. طيب زرار الكيل انجن معمول اوف، تمام. اقدر ادور كده، انا دورت دي كده. ندي اول نقله. ايه اللي حصل؟ تعالوا كده نبص. اللي حصل ان الدبوس على الارض. نوع من انواع السيفتي في البايكس كلها، ان انت لو اديت نقله والدبوس محطوط، لان انت طبعا مش هينفع تمشي والدبوس موجود على الارض، البايك بتقف. يبقى لازم ترفع الدبوس. رفعنا الدبوس، نرجع نجيب تاني البايك على النيوترال مود زي ما احنا شايفين. دايس دبرياج، ستارت انجن. زي ما احنا قلنا انا هريليس الدبرياج ده بالراحه جدا لغايه لما البايك تبتدي تتحرك. اول ما البايك تبتدي تتحرك هبتدي ازود بنزين الناحيه التانيه بالراحه جدا. تعالوا نشوف عملي كده. انا بسيب الدبرياج اهو، بسيب الدبرياج لسه البايك لسه بريليس. لا مؤاخذه انا نسيت ادي اول. اصلا ادي اول. دايما في تكه كده للبايكس المانيوال، ده عادي، ده طبيعي. بصوا بقى كده، هبتدي اريليس الدبرياج، صوت المكنه بيتغير، ابتدت تتحرك لوحدها من غير ما ادوس اي نوع من انواع البنزين. تمام كده احنا شفنا ان البايك اتحركت اصلا من غير ما ادوس بنزين. انا ما جيتش ناحيه البنزين خالص. تعالوا نجرب تاني، نبص تاني. ده ريليس الدبرياج، انا ايدي اهي ما جاتش ناحيه البنزين، البايك ابتدت تتحرك اهي. يبقى اول حاجه هتعملها ان انت بتسيب الدبرياج، بتسيبه بالراحه جدا، هتلاقي البايك اتحركت معاك. اول ما تبتدي البايك تتحرك وتاخد سرعتها تبتدي تزود بنزين الناحيه الثانيه. خد بالك تزويد البنزين بيبقى بالراحه. انا دلوقتي هزود بنزين وانا دايس دبرياج عشان اوريكم. كده انا زودت جامد وغلط. تزويد البنزين بيبقى كده، وخصوصا في الطلعات. خدتوا بالكم اقل من نص ملي انا بزوده، انا ما بزودش كده. كده غلط، انا بزود كده. بصوا على الار بي ام وانا بزود هتلاقيه معليش حتى 500 لفه. ده بالنسبه لاول طلعه خالص. هنكمل معاكم بقيه الفيديو عملي ازاي بقى تنقل من الاول للتاني للتالت للرابع للخامس للسادس ونزولا تاني لغايه النيوترال مود والاول. البايك على وضع الان نيوترال مود. هنجيب الاول، هنبتدي نريليس الدبرياج الناحيه التانيه زي ما احنا شايفين بالراحه لغايه لما البايك تبتدي تتحرك من غير ما ازود بنزين. انا لسه كل ده ما زودتش البنزين خالص. ابتدي ازود بنزين. كل ده انا لسه ماشي على الاول. خدتوا بالكم انا تزويدي للبنزين بالراحه جدا. الدبرياج تكه لفوق هيعدي على النيوترال مود، تكه تانيه عشان اجيب التاني. مطب، فرامل، نيوترال مود اول. اريليس تاني الدبرياج بالراحه. زود بنزين. عناية على المرايات، لازم عناية على المرايات. لسه على الاول. دبرياج تكه لفوق ان، بعد كده تاني. دبرياج تالت.
جزئيه مهمه جدا هنتكلم عليها، ازاي تفرمل. طيب انا ماشي دلوقتي عايز افرمل، هبتدي ادوس دبرياج، فرامل اللي ورا بدوس عليها بريشر مع اللي قدام. دايما زي ما قلنا في الفيديو بتاع البريكنج سيستم، الفرامل اللي ورا البريشر عليها اكتر من مع اللي قدام عشان البايك تقف. وقفت اهو. تاني ريليس دبرياج، البايك هتتحرك، ابتدي ازود بنزين، دبرياج، فرامل ورا مع اللي قدام. تاني ريليس دبرياج، بنزين اول، دبرياج، ارفع الشفتر لفوق، تاني جاب ان، ارفع كمان مره عشان اجيب التاني، دبرياج تالت لفوق، ريليس بنزين، عايز افرمل دبرياج، فرامل ورا مع قدام، بريشر ورا اكتر من اللي قدام، ابتدي انزل بالنقلات، تاني تاني اول ان، ابتدي ريليس الدبرياج، البايك هتتحرك لوحديها، زود بنزين، دبرياج تكه لفوق، تالت دبرياج، فرامل ورا قدام، انزل بالنقلات، تاني تكه كمان، نيوترال مود، تكه كمان اول، ابتدي ريليس الدبرياج، البايك هتتحرك لوحديها، ازود بنزين، دبرياج تكه فوق، تاني تاني دبرياج، فرامل الاثنين مع بعض، بريشر ورا اكتر من قدام لغايه لما اقف. انا كل ده دايس على الدبرياج، ابتدي انزل تكه، جبت النيوترال مود كده خلاص تمام، اقدر ريس الدبرياج براحتي، ابطل بايك، لازم انزل الدبوس كده. احنا خلصنا الجزء العملي، فاضل جزء صغير كده بريفنج في الاخر. في نهاية الفيديو بعد ما خلصنا المرحلة العملية، في نصيحة كده صغيرة ممكن أقولها لكم. اقعد على البايك قبل ما تسوق خالص وهي البايك واقفة، واعمل ريهرسال تمرين. فكرة إن أنت تعمل سينكرونايز ما بين نصك اليمين ونصك الشمال، نصك الشمال عشان الدبرياج والنقلات، ونصك اليمين عشان البريكس قدام والبريكس ورا، مش سهل وأنت بتسوق أول مرة، اكيد هتبقى فيه رهبه. فاعمل ده والبايك واقفه خالص. تخيل سيناريو ان انت مثلا ماشي على الاول بتنقل للتاني، طيب لقيت فجاه مطبع، هتفرمل ازاي؟ اعمل ريهرسال والبايك واقفه مره واثنين وثلاثه، ان شاء الله تقعد على البايك ساعه تجرب. لما تطلع صدقني الموضوع هيبقى اسهل لك بكتير. في نقطه تانية، كونسبت كده منتشر في مصر، ان الموتوسيكلات خطر. هو كله قضاء وقدر، بس احنا بنسوق من غير ما نلتزم بالرولز والقوانين ومن غير ما نلبس سيفتي جير. انا بشوف بايكرز يا جماعه نازلين بالشبشب راكبين البايك بتاعتهم، لا جلوفز لا خوذه ولا فيست ولا اي حاجه. ده مش صح. العربيه لو انت راكبها وسايق على 200 ومش رابط حزام الامان، لا قدر الله لو عملت حادثه، طبيعي النتيجه هتكون مش كويسه. البس سيفتي جير، التزم بالقوانين، وشوف النتيجه هتفرق قد ايه. في النهايه درايف سيف، باي باي.